الخير عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكشري الاصيل المصري الجميل بالصلصه بتاعته الجميله المسبكه، بالدقه بتاعه التوم. حاجه ما شاء الله. لو اول مره تشوفوني على القناه، معاكم مروه عبد الغني. هعمل معاكم التفاصيل بتاعتنا واحده واحده. هنجيب الحله ونحط فيها 5 معالق من الزيت، وانزل بيهم عليهم على طول بالتوم. هنقلب التوم لحد ما يوصل للون ده ذهبي. ننزل بعد كده عليهم بالملح والبهارات بتاعتنا، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا. ما نكترش عن كده علشان ما يديناش طعم مش حلو في الكشري. هنزل بمعلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وعليهم 5 من الطماطم مضروبين كويس في الخلاط. هنسيبهم يتسبكوا. هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط فيها حبة من الزيت. نكتر شوية لان نوع الرز ده هيحتاج مننا شوية زيت شوية. هنسيبه يحمص، ونجيب المكرونه بتاعتنا ميه سخنه طبعا، وننزل بكميه المكرونه بتاعتنا. انا حطيت نوعين من المكرونه صغيره، والاسباجيتي اللي هي الطويله، عليهم معلقه من الملح، وعليهم معلقه كبيره من الخل علشان المكرونه بتاعتنا ما تعجنش مننا. هنسيبهم برضو يتسلقوا مع بعض. وبعد كده هجيب البصل بتاعي. هناخد على الكميه دي 5 بصلات متوسطين زي ما حضراتكم شايفين. هقطعهم مع بعض أجنحة، مش يعني زي ما حضراتكم شايفين اللي هي مش مدورة، نص دايرة. ونحاول نخففها شوية. بعد كده دي الكمية وده المنظر. هجيب معلقتين من الدقيق العادي بتاعنا، هنقلبهم فيهم علشان يسحب الرطوبة بتاعة البصل والمية. هسخن الزيت شوية واحط عليهم كمية البصل في البداية. ما نحطش الكمية كلها مرة واحدة، هنحط حبة حبة. ادي شكل البصل ومقرمش وجميل جدا زي ما حضرتك لو حضرتك سامعه الصوت القرمشه. نزلت الصلصه وده شكلها الجميل ما شاء الله عليها. هعمل الدقه بتاعه التوم. هنجيب معلقه صغيره من التوم، عليهم معلقه من الكمون، ومعاهم معلقه صغيره من الملح، ونقلبهم زي ما حضراتكم شايفين. هنزل عليهم تقريبا ب4 معالق خل وليمونه واحده، ونقلبهم زي ما حضراتكم شايفين. هنضيف على طول عليهم المية، تقريبا كوباية من المية، ونقلبهم ونسيبهم 5 دقايق. ادي نزلنا الرز بتاعنا المفلفل اللي ريحته روعة. هضيف عليهم المكرونة اتسلقت. ادي لما حطينا الخل ما تعجنتش مننا ولا حاجة. العدس بتاعنا كمية كلها. ادي الصلصة ما شاء الله عليها جميلة جدا. هنزود بالكمية الصلصة زي ما حضراتكم حابين وعايزين. ده الكشري الاصيل بتاعنا. ادي البصل مقرمش وحلو جدا، بيدي الصوت لان الدقيق بيساعد على القرمشه بتاعته، وما بينزلش الميه بتاعته طبعا. طعمه جميل 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 جميل. جربيه بالطريقه دي هيبقى حاجه حلوه خالص. والدقه دي الصلصه بتاعتها جميله ازاي، وريحتها وطعمها ما شاء الله روعه. دقه التوم من الاكلات الجميله مع الكشري، هتحببك فيه خالص، هتغير طعمه بالشكل اللي انت شايفاه ده جميل جدا. لو عجبك الكشري بتاعي اعملي لي لايك وشير وفعلي زر الجرس. وشكرا.